السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده. طبعا بقى انا عايزاكم تبقوا ستات بيوت شطار كده، وتعملوا اعياد ميلاد اولادكم بنفسكم انتوا، يعني ما تروحوش تكلفي العيد ميلاد قد كده فلوس على الفاضي. تمام. فهتتابعي معايا الفيديو ده كده وهتشوفي الحفله بتاعتي دي. بعد كده ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديو اللي بعده. هتعرفوا تعملوا التورتيه من الالف للياء. تعملي بصي كل تكلفه العيد ميلاد دي مش بتتكلف حاجات كتير خالص يا جماعه، يعني التكلفه بتاعتها يعني تمن التورتيه اللي هتشتريها من بره هي تكلفه عيد الميلاد ده كله، يعني بكل حاجه فيه. طبعا عملنا البسبوسه هنشوفها باذن الله، تنزل لكم في الفيديو اللي بعد ده. وعملنا مع بعض التورتيه دي برده باذن الله. التورتيه دي يا جماعه على فكره كانت حجم كبير قوي، انا رحت عشان اجيب لها قاعده ما لقيتش قاعده ليها يعني. ما شاء الله حجمها كان القطر بتاعها كان تقريبا 50، فما لقيتش لها تورت، ما لقيتش لها خالص. اكتر حاجه كانت عند الراجل كان مقاس 24، اللي هي الصغيره دي. كانت حلوه قوي، كانت كبيره وجميله. تمام. طبعا بدات ان انا اجيب اطباق كده من اللي هي بتاعه عيد الميلاد دي. الاطباق دي يا جماعه كانوا تقريبا ال 12 ب 10 جنيه. تمام. انا جبتهم ال 12 ب 10 جنيه، وجبت برده شويه شوك كده، كميه حلوه كده ب 15 جنيه. الراجل اداني كميه حلوه. عملت الدوناتس بقى والبيتزا زي ما انتم شايفين كده، وعملت معايا البسبوسه. الدوناتس والبيتزا دول برده عملتهم، انا عملتهم قبل كده معاكم على القناه، لو انتوا عايزين تشوفوهم ادخلوا شوفوهم على القناه. الميني بيتزا والدوناتس على فكره يا جماعه انا عملتهم الاثنين من عجينه واحده بس. يعني العجينه اللي انا بحبها، او العجينه اللي انا دايما بكون على طول شغاله بيها، هي عجينه واحده بعمل بيها الدونتس، بعمل بيها جميع المخبوزات، بتبقى معايا تحفه. شايفين شكل التورتيه حلو جدا ازاي؟ على فكره يا جماعه مش مكلفه حاجه خالص يعني. هتشوفوها ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي ينزل بعد كده. هتلاقوا حاجه سهله جدا 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 وبسيطه خالص معاكم. اسيبكم بقى مع الحفله واتفرجوا عليها.